لذا الكثير من الناس يسألونني ما هو الفرق بين الجراحة الروبوتية، الجراحة ذات التدخل الجراحي البسيط، جراحة طرق الشرايين التاجية التقليدية. بشكل أساسي العملية هي نفسها. هناك انسدادات في الأوعية الدموية للقلب، وعلينا أن نجد طريقة لتجاوز الأوعية الدموية باستخدام أوعية دموية أخرى لدينا. الفرق في جراحة طرق الشرايين التاجية التقليدية هو أنك تحصل على شق كبير وطويل في منتصف صدرك، حيث يتم شق عظمة الصدر، ثم نقوم بإجراء عملية. إنها عملية آمنة، ومعظم الناس في جميع أنحاء العالم يخضعون لتلك العملية. إنها عملية آمنة جدا جدا، لكن الجانب السلبي هو أن وقت التعافي أطول بكثير. لذا الابتكاران اللذان جعلتهما أبولو ممكنين للناس في الهند هما الجراحة الروبوتية والجراحة ذات الوصول المحدود. كلتا الجراحتين تساعدان في تقليل حجم الشق. لذا بدلاً من شق كبير وطويل في منتصف صدرك، يكون لديك شقوق أصغر على جانب صدرك. بهذه الطريقة تظل العملية كما هي. علينا أن ننجز عمليات التحويل، ومع ذلك فإن طريقة الوصول وكيف ندخل إلى صدرك تتغير. لذا مع الشقوق الأصغر يكون هناك بالطبع فقدان أقل للدم وألم أقل، وبالتالي وقت أقل للتعافي. لذا عندما يكون لديك وقت أقل للتعافي، يمكنك العودة إلى القيام بالأشياء التي تستمتع بها بشكل أسرع. لذا مخاطر الجراحة نفس الشيء، الجراحة نفس الشيء، لكن التعافي أفضل بكثير. ليس كل المرضى مؤهلين لجراحة الروبوت أو الجراحة طفيفة التوغل، لذا يجب عليك الذهاب إلى أخصائي قادر على تقديم كلا الخيارين، والذي يمكنه إخبارك إذا كنت ستستفيد من خيار الوصول المحدود أو الروبوتي.